ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا. في فيديو النهارده هنتكلم عن الالوان الترندي في 2024. وما اشوفش من الاخر كده حد يلبس اسود. اللي اشوفه لابس اسود ده مش عايزه اشوفه طول الصيف حرفيا. ما فيش اسود، رغم ان انا من عشاق اللون الاسود على فكره. شفت اهي كلمة الحق ظهرت، الحمد لله رب العالمين. بس لو تعرفوا الالوان الترندي في سمر 2024 بجد انتوا هتسيبوا الاسود ده دلوقتي وتركزوا في الالوان دي، لان احنا كلنا يعني حرفيا بقينا يا اسود يا نبيتي يا بني، درجات كده ثابته يا ابيض. اما ناسين بجد الوان حلوه قوي. فيلا بينا من غير رغي كتير، تعالوا اقول لكم ايه الالوان الترندي لصيف 2024. بس قبل ما ابتدي اقول لكم ايه الالوان، لو انتوا اول مره تنوروني فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. اول لون معانا بقى في صيف 2024 هو اللون الخوخي. اللون ده يا جماعه بجد مش واخد حقه خالص، مش عارفه ليه، بس بجد لون جديد بينضم الالوان الصيف بتاعت 2024. انصحكم ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم. وبالنسبه لتاني لون هو اللون الابيض. بجد ده لون ملك الالوان، تقدروا تحطوه في اي حاجه في الستايلينج بتاعكم او الاوتفيت بتاعكم، يليق على كل حاجه، سواء سكيرت سواء دريسز سواء الطرحه سواء مثلا الشوز. بصوا يا جماعه اللون ده انتوا ممكن تلبسوا ابيض في ابيض وتطلعوا حلوين، تلبسوا ابيض في اي لون بقى تدخلوه معاه ويطلع شيك. بجد ده ملك الالوان، اتمنى ان انتوا تستغلوه صح وهو كمان ترندي في صيف 2024. اللون الثالث بقى هو اللون اليالو اللي هو الاصفر، بس مش الاصفر الصريح اللي هو الدرجه من درجات الالوان الباستيل. اللون ده بقى بجد بيور قوي كده وشكله كيوت، يدي الواحد كده نعومه في الستايلينج بتاعه والاوتفيت، وشيك جدا ولون جديد وحلو قوي. وبالنسبه للون البيستاشيو جرين، اللون ده خطير بجد، يخطف القلب. يعني لون كده مش هتلاقوه في اي لون تاني. اللون ده من ساعه ما ظهر وهو شياكه بجد. وكمان جبت لكم اللون الماتشا، وهتلاقوني ان انا حاطه لكم صوره الماتشا لان ده اكتر لون بجد قريب، وهو لون الماتشا. الماتشا ده لون خطير، اللي يلاقي الاوتفيت او يلاقي حاجه باللون ده يجيبه على طول، لانه هيطلع شيك قوي وهيليق عليه كذا لون. وكمان لون المارشميلو بينك، اللون ده خطير جدا وهادي وناعم، هتحبوه قوي وهيليق على اي حد سواء بشرته بقى من ناحيه قمحويه ابيض اسمر، كل الدرجات هتليق عليها اللون ده. وكمان معانا اللون اللبني، او هو مش لبني قوي، انا هسيب لكم اسم اللون بالظبط هنا والصوره باللون بالظبط الترندي في 2024. اللون ده برده حلو قوي، بس انا عن نفسي مش من محبين اللون ده قوي، بحسه مش عارفه ليه ان هو بيسمرني شويه. بس هو برده لون حلو، ممكن تدخلوا فيه لون تاني فيديكوا كده شياكه وحلاوه. واللون بقى المحتل بكل درجاته هو اللون الاحمر، سواء احمر غامق احمر فاتح احمر نبيتي. بصوا درجات الاحمر كلها خطيره، بس السنه دي هتلاقوها ترندي اكتر من ناحيه الشنط ومن ناحيه الشوزات. جربوا كده في درجه احمر كده لونها قريب من الكريز، بجد الدرجه دي خطيره. انا جبت لها شنطه بس انا مش حاطه الشنطه قدامي دلوقتي، بس بجد اللون ده خطير قوي وترندي قوي. وطبعا اللون الجراي بدرجاته، سواء الرمادي الفاتح الرمادي الغامق الرمادي اللي هو الفراني، الدرجه دي حلوه قوي وليه عليها كذا حاجه وممكن تدمجوا معاها كذا لون ويطلع شيك. وطبعا درجات الالوان او الصيف ما ينفعش يعدي من غير الجولد والسيلفر. اللونين دول برضو مع مجموعه الالوان الترند في 2024 في صيف يعني 2024، الجولد والسيلفر. قولوا لي ايه اكتر لون حبيتوه في صيف 2024، وبرضو ايه اسوأ لون او اللون اللي انتم مش حبيتوه قوي في صيف 2024. اكتبوا لي تحت في الكومنتس وقولوا لي حابين تشوفوا الفيديو الجاي عباره عن ايه. يلا باي باي.